حد يقول لي يا جماعه، هو احنا ملناش اجازه ولا من المطبخ ولا كمان من الشقه ولا ايه؟ مين زي كده حتى في العيد برضو بيروق. طبعا دخلت كده لقيت الولاد، كنت لسه بقى هنا بصراحه صاحيه من النوم، كنا احنا هنا ناويين اصلا نروح اكتوبر. كنت متبله بقى كده فراخ ومتبله كمان لحمه وحطاهم في التلاجة على اساس ان احنا هنروح اكتوبر. خلاص طلع في شغل الجوزي، راح الشغل بتاعه، وكمان بقى ايه، قلت خلاص هو وراه شغل، خلاص مش مهم نروح في حته. قمت بقى كده من النوم اتصدمت طبعا من المنظر. ايه ده يا ولاد، هو انتوا كنتوا بتاكلوا وبترموا في الارض ولا ايه؟ ما بتحطوش الحاجه في الطبق؟ لا يا ماما بقى، اصل احنا كنا اكلنا حاجات ونزلنا قعدنا مع اصحابنا شويه وطلعنا كمان كلنا لب وسوداني. قلت لهم طيب. المهم ابتديت بقى ان انا اروق كده طبعا عشان ما يجيش من بره جوزي يلاقي طبعا المنظر كده زي ما انتوا شايفين. ابتديت بقى ان انا ايه، اروق كده وحاجات بسيطه. وطبعا طول ما احنا ايدينا في الشقه هتلاقي الشقه خلصت معاك على طول بسرعه. يعني دايما ايه لما تكون ايدينا في الحاجه. بصوا احنا دربكه رمضان بجد، كان اخر ايام رمضان دي كانت دربكه فظيعه. طبعا احنا مش بنبقى متعودين على كده، لا احنا بنحب الحاجه اللي تتكركب تتعمل. الدولاب مثلا يتكركب يتروق، الصولة الحاجة اللي تتبهدل تتروق على طول. فلما تبقى ايدك في الحاجة على طول اول باول هتلاقي الحاجة على طول بقت نظيفة معاكي وبقت زي القشطة. وهنا كمان هتلاحظوا ان انا موقفه بنتي معايا تعمل معايا الحاجه. ما هو حتى لو انا واقفه في المطبخ بعمل الاكل لازم تقف معايا، لو انا بعمل مثلا حاجات في الشقه لازم برضو تعمل معايا. ليه؟ عشان اول مره تاني مره هتلقط بعينيها، بعد كده هتعمل الحاجه لوحدها. وهنا طبعا طول ما احنا واقفين لازم نهزر ونضحك مع اولادنا عشان ما يحسوش ان الحاجه دي تعب. يعني ما يحسوش وهما بيعملوا معانا الحاجه ان الحاجه دي متعبه. زي ما انتوا شايفين بقى كده، هي بتعمل حاجه وانا حاجه، وبعدين لما تلاقي انت عملتي حاجه وهي عملت حاجه حتى لو صغيره صدقيني هتتعلم منك. ومره على مره هتلاقي نفسك حتى لو انت مش قادره تعملي الحاجه دي هتلاقيها هي عملتها، وهتلاقيها عملتها زيك بالظبط كمان. وربنا يا رب يخليكم دايما لاولادكم. خلاص هنا كنت بقى روقت كده حواليا، هي بصراحه ما كانتش محتاجه لان طبعا احنا خارجين بقى من رمضان، وكنت تنفيذ العيد بقى كده، وكانت بصراحه الدنيا زي القشطه. حتى لو احتاجت معانا هتبقى محتاجه حاجات بسيطه، يعني كنسه ترويقه حاجات زي كده. وزي ما قلت لكم وقفوا كده ولادكم معاكم، هتلاقي طبعا بناتكم اتعلموا واحده عن واحده، هتلاقي عملت الحاجه وهتلاقيها عملتها زيك بالظبط كمان. خلاص هنا بقى كانت طبعا هي بتروق بره، يعني هنا كنت انا بعمل مثلا الصالون، كانت هي بتروق كمان الصاله. قلت لها خلصي انت مثلا الصاله على ما انا كمان اجي ايه اكنس بالمكنس. جت قالت لي لا يا ماما اوعي بقى انا هكنس مكانك. قلت لها خلاص اقعد انا بقى، خلاص اكنسي انت مش مهم انا اكنس، انا هشرف عليكي. قعدت تضحك، وزي ما قلت لكم لازم نضحك ومعاهم ونهزر كده عشان نحسسهم ان الحاجه دي خفيفه كده ومش متعبه. خلاص هنا كنت خلصت بقى الصالون، وهنا كمان ابتديت بقى اللي انا خدت الترابيزه، جبت الترابيزه كده. وابتديت طبعا اللي انا عملتها كده فوطه، طبعا لازم تبقي مخصصه فوطه عشان تمسحي بيها مثلا الترابيزات، الحاجه اللي هي فيها تراب، ما تبقاش ليها علاقه باي حاجه. وبعد ما تخلصيها تغسليها بدوني وشويه اريال وتنشريها وتسيبيها ناشفه، لما تحتاجيها تاخديها. فطبعا زي ما قلت لكم لازم تخصصي مثلا لتلميع الحاجه فوطه معينه. تمام، مش اي طبعا حته ليه عشان ما تعملش معاكي روايح مش حلو. وخلاص على كده، ورشيت هنا بقى معطر، وخليت طبعا الدنيا زي القشطه زي ما انتم شايفين كده. وشلت بقى الفروته وشلت بقى الحاجات دي كلها. خلاص بقى هم كلوا ملبس وكلوا بقى، هنا كان هنا تالت يوم العيد، كلوا بقى ملبس وكلوا بقى الحاجات دي كلها. وطبعا وابتديت اللي انا خدتها حطيتها طبعا في اطباق تانية بقى في المطبخ. وخلاص على كده هنا بقى كنت طلعت الصاله، كانت هي روقت لي الصاله. وابتديت بقى اللي انا كمان جبت الفوطه كده مسحت الترابيزه زي ما انتم شايفين. وابتديت كمان اللي انا حطيت المفرش، وزي ما انتم شايفين اصلا كانت هي مروقه كمان الصاله، يا دوب بس اللي احنا هنكنسها. وخلاص على كده كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه يا رب بخير. اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسينيش في لايك وكومنت حلو منك، انا بفرح بتعليقاتكم جدا. هنا طبعا كانت هي بقى زي ما انا قلت لكم انا بعمل حاجه وهي بتعمل حاجه، كانت هنا بتروق بقى الترابيزه. وابتديت كمان اللي هي تشغل بقى كده التلفزيون، انا معوداها على كده تشغل التلفزيون طبعا على قناه القرآن، وكمان تشغل بخور بعد ما بنروق الشقه، هتلاقي النفسيه اختلفت تماما. خلاص هنا كنا خلصنا الشقه وهي خلصت حاجه وانا خلصت حاجه، وابتدينا كمان نخش بقى على المطبخ. طبعا دخلت المطبخ زي ما انتم شايفين، لقيتها فرشالي المفرش اللي انا كنت حاطاه في رمضان، وكمان حطالي الحاجات اللي انا كنت حطاها في رمضان. قلت لها ايه ده يا بنتي احنا خلاص شلناها. قالت لي يا ماما يعني هي بتتحطش الا في رمضان بس، هي شكلها عاجبني. لا يا ماما والنبي سيبيها. فطبعا سبتها. ودايما لما اولادنا يجوا يعملوا حاجه ما ننتقدهمش، يعني مثلا هونش لا الحاجه دي وحشه فشيليها، لا، لو هي حباها سيبيها لها. ادام مش الحاجه دي مش مضايقاكي خلاص. يعني مثلا هي حطت مفرش، انت مش عايزه تحطي المفرش ده سيبيه، وبعد كام يوم تشيليه، عشان تحس ان هي اللي قررت القرار ده، يعني هي اللي عملت الحاجه فبتفرح بيها.
فقلت لها بس كده الله يا جنى، ودايما تفرحي بالحاجه اللي هي بتعملها. فطبعا قلت لها الله يا جنى، لا جميل، هو اصلا حلو فعلا. ابتديت بقى هنا كمان خلاص، كنت بقى بعت بقى زي ما انا قلت لكم، كنا احنا هنطلع اصلا على اكتوبر نشوي، فما رحناش بقى الحمد لله. المهم بعت بقى الحاجه تتشوي بره، وكنت هنا على ما الحاجه جت كنت كمان عملت رز اصفر وكمان طحينه وشويه سلطه. اكله حلوه جدا جدا، وكمان المشويات اصلا بتحب الرز الاصفر، بجد خطير. تحطي بقى للولاد، وبص اصلا الحاجه مشويه حلوه قوي ومتبله وبايته في التتبيله، وانت اللي متبلاها بنفسك وتبعتي تشويها احلى بكتير ما تجيبيها من بره. وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.